إنها عودة الغار. تهللت أسارير وجهها، أخذت تزغرد فرحة بذلك القادم الجديد. إنه ذلك الضيف العزيز الذي جعلها تحيا مرة أخرى بعدما أصابها الموت والثبور. لقد نساها الجميع على الرغم من صلة القرابة القوية التي تربطهم بها، ولكنهم لا محالة قادمون، فمنها خلقوا وإليها يعودون. فسيأتون حتما لزيارتي، وقد يمكثون لدي طويلا بعد أن يوقنوا بأني لهم بمثابة الأم. وهل ينسى الأبناء أمهم مهما طال بهم أمد الجهود والجفاء؟ يا ضيفي العزيز، لقد نسيت أن أقدم لك أبسط واجبات الضيافة. ألم يكن من الأحرى أن أضمك ضمة ترحيب أم بابنها بعد طول الغياب؟ فقد صمت شرقا وغربا وتقطعت بك أسباب مودتي. ما لي أراك صامتا منذ قدومك؟ أهذا نوع من الاعتذار عما غدر منك تجاهي؟ ولكن لا تقلق، ستجدني أحن أهل الأرض عليك. لكن قل لي، ماذا فعلت في رحلتك الطويلة؟ أرحني بالله عليك، ألا تريد أن تتكلم؟ اسمح لي أن أستخدم خبرتي الطويلة وفراستي في قراءة تعابير وجهك، علي أهتدي إلى بعض الملامح التي ميزت رحلتك الطويلة. قلبي يحدثني أن رحلتك كانت مثمرة، فوجهك تبدو عليه ملامح الهدوء والطمأنينة، ويشاع منه نور رباني جميل. ذلك النور وتلك الطمأنينة لا يصدران إلا عن شخص طيب لم يقترف في رحلته ما يشير. ما الذي أصابني اليوم؟ لقد نسيت مرة أخرى أن أرحب بهذا العدد الضخم من مشيعيك. عددهم الكبير يدل على حبهم الشديد لك، ولكن هيهات، لقد بدأوا في الانصراف شيئا فشيئا. لقد اختفوا جميعا، ذهب كل إلى حال سبيله، مع وعد أكيد بالعودة إلى